إصابة أكرم توفيق وخطة لعب كولر مشكلتين كبار في النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم مع صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت في بدايه الفيديو كده، خطه لعب كولر واصابه اكرم توفيق مشكلتين كبار في النادي الاهلي، وخلونا نبتدي بخطه لعب كولر. كولر المدير الفني للنادي الاهلي بيلعب بفكره المهاجم الواحد، ودي مشكله كبيره جدا شفناها في المباراتين الاخرى. النادي الاهلي ما بيقدرش يسجل في المباراه رغم ان هو بيصنع كم فرص كبير جدا، لكن ما بيقدرش ان هو يستغل الفرص دي او ما بيقدرش ان هو يترجمها لاهداف. فهل كولر المدير الفني للنادي الاهلي هل ده فعلا فكره، ولا هو الراجل مش مقتنع برؤوس الحربه الموجودين في النادي الاهلي سواء شادي حسين او محمد شريف او حسام حسن؟ لو الراجل مش مقتنع باللعيبه دي، يبقى على اداره النادي الاهلي ان هي تفكر جديا في صفقه لاعب سوبر او لا راس حربه سوبر في صفقات يناير. لو الراجل دي فعلا خطه لعبه، لازم اداره النادي الاهلي تناقشوا فيها، لان زي ما شفنا اخر مباراتين، انت يعني اخر مباراه انت مستني الجون في الدقيقه الاخيره. يعني مباراه فاركو انت بتجيب الجون في الدقيقه الاخيره رغم ان انت صنعت كم فرص كبير، وده هيبقى مشكله ومعضله لو فضل حالك ده في افريقيا. انت لو حظ اسعفك مره مش هيسعفك الثانيه، فلازم النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي تشوف ايه المشكله في الموضوع. لو المشكله ان الراجل مش مقتنع برؤوس الحربه الموجودين، يبقى عليه ان هو يجيب راس حربه في صفقات يناير، او يجيب راس حربه سوبر في صفقات يناير، او يكون من اختيار المدير الفني نفسه شايف مين اللاعب، وهو يكون في دماغه لاعب شايف ان هو هيقدر ينفذ خطته بشكل صحيح. الحاجه الثانيه زي ما بقول، لو الراجل دي فعلا فكره او ده فعلا فكره، يبقى لازم النادي الاهلي او على اداره النادي الاهلي ان هي تناقشه في الموضوع دوت. ويمكن كولر المدير الفني، بس عشان ندي كل واحد حقه، كولر المدير الفني كانت الخطه ناجحه جدا معاه في وجود بيرستاو، ويمكن حتى يعني بيرستاو قدام مراد غزل المحله ومباراه الاتحاد السكندري الراجل بيقدر يسجل، وبيقدر يسجل كمان بشكل مبكر. ويمكن كمان النادي الاهلي كان اخطر بكتير جدا من اي فرقه شفناها في الدوري المصري، بيصنع كم فرص كبير جدا، لكن كان في وجود بيرستاو كان في فعاليه اكتر على المرمى. بعد اصابه بيرستاو نتمنى له كلنا الشفاء، ما بقتش الخطه بنفس الخطوره او ما بتثمرش نفس اللي كانت بتثمره في وجود بيرستاو. فخلينا ندي الراجل كولر حقه ان الخطه كانت فعلا ماشيه بشكل كويس لولا اصابه بيرستاو. فحاليا لا، عليه ان هو يغير منها، وعليه ان يجاد راس حربه فعلا يفيد النادي الاهلي. ويمكن كمان انا قلت بعد مباراه او بعد فكره تغيير الخطه، يمكن النادي الاهلي كان بدا مبارياته بقفشه وحسين الشحات ومحمد شريف وشادي حسين. ساعتها انا خرجت وقلت ان اهلي سافيو وعبد القادر وتاو امتع بكتير جدا واخطر بكتير جدا من اهلي قفشه والشحات وحسام حسن وشادي حسين. فزي ما بقول، على النادي الاهلي ان هو يفكر جديا في حل الازمه دي، سواء بقى عن النقاش في المدرب انه لازم يستغنى عن خطته دي نوعا ما، او فكره ان هو يوفر له راس حربه سوبر. الحاجه الثانيه اصابه اكرم توفيق. اصابه اكرم توفيق نتمنى طبعا كلنا الشفاء، الواحد حزين عليه جدا، 2 رباط صليبي في موسم واحد او في سنه واحده، شيء محزن جدا على لاعب زي اكرم توفيق. لاعب زي ما انا قلت عنه قبل كده، او زي ما كلنا شايفين، واحد من افضل الباكات الموجودين، او حتى سيبك من، يعني انا بعتبر اكرم توفيق واحد من افضل اللعيبه في النص الدفاعي في مصر كلها. الراجل بيقدر يلعب باك يمين دفاعيا بشكل كويس جدا، ويمكن ما شفناش النسخه دي بعد احمد فتحي. يمكن احمد فتحي لما كان في اكبر مستوياته يمكن ما شفناش النسخه دي منه تاني غير في اكرم توفيق. فكره ان هو يلعب خط وسط مدافع او يلعب مركز 6 دي برده ما شفناهاش كتير، فلاعب جوكر في النص الخلفي او في النص الدفاعي. فزي ما بقول اكرم توفيق مميز جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر. فزي ما بقول اكرم توفيق بيحط النادي الاهلي في مشكله، وانا يمكن قلت على اداره النادي الاهلي ان هي تفتح تحقيق في موضوع اكرم توفيق ده، لان اللاعب خرجت الاخبار كلها وقالت انه ما اتصابش، يعني ما حصلش التحام اللاعب اتصاب منه، لا اللاعب اتصاب وهو لوحده خالص في الملعب، فجاه وقع على الارض وابتدى يصرخ، وتاكدوا بعد كده من الاشاعات من الاصابه. فالنادي الاهلي لازم يفتح تحقيق في الموضوع ويفهم ايه اللي بيحصل، هل المشكله في طبيب الفريق، هل المشكله في ارضيه ملعب التتش؟ فالاهلي لازم يبص الموضوع بجديه، لان اصابات بيرستاو المتكرره دلوقتي اكرم توفيق، فلازم الموضوع اداره النادي الاهلي توضع له حل. المشكله الفنيه بقى اللي بالنسبه للكوره دلوقتي في غياب اكرم توفيق، هل هو هيلعب بمحمد هاني ولا هيلعب بكريم فؤاد؟ هيلعب بمين من الاثنين؟ والاثنين ما بيحلوش محل اكرم توفيق في الناحيه الدفاعيه. وخلونا بس نركز انا بتكلم في ايه. انا بتكلم في ان اكرم توفيق دفاعيا قوي جدا، الاثنين لعيبه مش هيكونوا دفاعيا بنفس جوده اكرم توفيق، وده شيء واضح للكل يعني عشان ما نتناقش فيه كتير.
فهل هنشوف بعد كده بقى النادي الاهلي بيلعب بثلاثه في خط الوسط؟ يعني هنشوف بعد كده النادي الاهلي حمدي فتحي وديانج والسوليه هم اللي بيبتدوا المباراه، هم الثلاثه. على فكره بقى لنا فتره كبيره ما شفناش غير اثنين بيبتدوا، سواء السوليه او حمدي فتحي، السوليه وديانج، لكن الثلاثه ما شفناهمش من فتره كبيره جدا او من بعد رحيل موسيماني. فهل النادي الاهلي هيرجع للوضع ده او هيرجع للخطه دي؟ انا شايف ان النادي الاهلي غالبا هيرجع للخطه دي، وده الجزء اللي انا كنت بقول دايما فيه ان موسيماني اتظلم فيه، ان غياب اكرم توفيق كان بيخلي موسيماني او بيجبر موسيماني ان هو يلعب بثلاثه ديفندر، لان ما عندوش الباك اللي كان بجوده اكرم توفيق. فزي ما بقول غالبا النادي الاهلي هي يعني مجبر اخاك على بطله هيرجع للخطه دي. المشكله كمان ان كولر مش هيلاقي في الدوري المصري كله بديل لاكرم توفيق، وما اظنش ان صفقات يناير هيكون فيها كم الصفقات الكبير اللي تعوض بيه مراكز كتير في الملعب. انت محتاج لاكتر من مركز في الملعب، فكمان دلوقتي انت كمان محتاج باك يمين، فدي هيكون انا شايف ان هي ممكن تكون عبء على الاداره، او حتى توفيره ان مركز ما كانش في دماغه فكره ان هو توفيره بالسرعه دي. انا شايف ان ده مش هيكون متاح. ايه اللي هيقدمه كولر فنيا في ان هو يحل مشكله اكرم توفيق دي؟ خلونا نشوف. بس زي ما بقول لو رجع لفكره ثلاثه ديفندر يبقى كلنا لازم نعتذر لموسيماني.